إزاي تكوني صانعة محتوى على السوشيال ميديا؟ إزاي تدخّلي فلوس من السوشيال ميديا؟ ممكن تكون مصدر دخل جانبي أو أساسي، فده هدفِك في 2026. دلوقتي ما بقاش option، الناس اللي مش هيكون ليها وجود على السوشيال ميديا، الناس دي هتنقرض، حرفيًا هتنقرض خلاص. طب يا شروق أصل أنا مش عايزة أبيّن وشّي، أصل أنا صوتي خلاص عدّينا كل ده. في AI ممكن يغيّر صوتِك، ممكن يغيّر شكلِك، ممكن يغيّر المكان اللي أنتِ قاعدة فيه، ففكرة إن أنا أبقى خايفة وشّي أو خلاص عدّينا كل الحاجات دي من زمان. فأنا في 2026 لازم أحُط هدف إن أنا يكون عندي محتوى. إزاي تحوّلوا السوشيال ميديا مصدر دخل جانبي ليكم. السوشيال ميديا ممكن تستخدموها إن أنتم تكونوا كصانعين محتوى، أو تسوّقوا لنفسكم كاسم ليكم تكونوا أنتم الbrand، أو تسوّقوا لمنتجاتكم أو خدمة بتعملوها. النهارده هاتكلم على إزاي إن أنتِ تكوني صانعة محتوى بتقدّمي محتوى يجيب لِك فلوس. خلّيني أعرّفكم بنفسي الأول، أنا بقى لي 4 سنين باقدّم محتوى على السوشيال ميديا، محتوى هادف، حُطّوا دي ما بين قوسين. عندي فيديوهات جابت ملايين، اشتغلت مع براندات كتيرة، فأنا هادّيكِ ملخّص كده، ملخّص في الفيديو ده. جهّزي أي sketch ليكِ، كوباية عصير، وركّزي في الفيديو ده خطوة بخطوة. الفيديو ده هاتكلم عن 4 حاجات. إيه الصفات اللي لازم تكون فيكِ عشان تكوني صانعة محتوى؟ إزاي تبدئي؟ منصات السوشيال ميديا اللي بتدخّل فلوس وتدخّل كام؟ آخر حاجة إيه اللي أنتِ محتاجاه، تمام؟ ده رابع فيديو ليّا في سلسلة الذكاء المالي، واللي مش فاهم القناة بتتكلم عن إيه، القناة مقسومة قسمين، قسم الذكاء المالي وقسم تطوير الذات. فالقناة دي هدفها إن أنتِ تكوني أحسن، تطوّري من نفسِك سواء ماديًا أو نفسيًا. أنا عاملة جروب عشان إحنا نتكلم فيه، هاحط لكم الجروب ده هنا، لو حد عنده مشكلة أو أي حاجة عايز يتكلم فيها خُش معانا في الجروب. في شروط لو ما اتوفّرتش فيكِ لا تكمّلي الفيديو ده ولا تبدئي من الأساس عشان ما يبقاش مجهود وتعب على الفاضي. لازم صانع المحتوى يكون عنده 5 حاجات. أول حاجة تكوني عندِك صبر وطولة بال. أنتِ في الأول لا هتكوني متشافة ولا حد يعرفِك ولا أي حاجة، وهتكوني بادئة بأقل الإمكانيات، فلازم يكون إنسانة صبورة وأعرف إن أنا الهدف بتاعي ده مش هاشوف نتيجته دلوقتي، هاشوف نتيجته بعدين. تاني حاجة لازم أكون إنسانة ملتزمة. صناعة المحتوى في ملايين كل يوم بينزّلوا محتوى، فأنا عشان أظهر وسطهم لازم أكون إنسانة ملتزمة وعندي خطة محتوى واضحة وعارفة أهدافها فين وعارفة أنا عايزة أوصل فين، أو على الأقل راسمة خطة مبدئية للي أنا هاوصل له. تالت حاجة ما تقارنيش نفسِك بصناع المحتوى التانيين، ممكن تكون اللي بتعمل محتوى دي بادئة بقى لها 15 سنة، والّا بادئة بقى لها 10 سنين، والّا بادئة بقى لها 7، 6 سنين. لازم ما تقارنيش نفسِك بأي حد. رابع حاجة لازم ما تحطّيش توقعات عالية. أنا عاملة مجهود فظيع في الفيديو ده، ده أنا قايلة فيه معلومات تشيّب الراس، ده أنا عاملة فيديو فظيع وإنتاج وproduction وعاملة فيه اللي ما حصلش وفي الآخر ما يتشافش. ما تحطّيش توقعات عالية على أي فيديو أنتِ بتعمليه مهما كان فيه value. أنتم عارفين إن في فيديوهات ممكن تقعد سنة، سنتين ما تتشافش، وفجأة تلاقي الفيديو بتاعِك ضرب وأنتِ أصلًا ناسياه. فلازم ما تحطّيش أي توقعات عالية. آخر حاجة وأهم حاجة إن أنتِ تكوني إنسانة حقيقية. يعني إيه؟ يعني ما تكونيش إنسانة fake، لإن الناس مهما حبّوكِ في الأول، بس بعد كده هيحسّوا إن البني آدمة دي fake مش قادرة أتقبّلها، مع إنِّك مش عاملة حاجة. لازم تكوني إنسانة حقيقية. ال5 حاجات دي لازم يتوفّروا فيكِ، ولو مش متوفّرين فيكِ حاولي تشتغلي على نَفْسِك ويكونوا الصفات دي فيكِ عشان فعلًا توصلي. خلّيني أقول لكم على نصيحة، الناس فاكرة صناعة المحتوى سهلة، صناعة المحتوى من أصعب الشغلانات. الموظفين العاديين بيشتغلوا من 09:00 ل17:00 أو من 09:00 ل18:00، اللي بيشتغل في مجال صناعة المحتوى ده بيشتغل 24 ساعة، حتى وهو نايم بتكون دماغه شغالة في الأفكار اللي عايز يعملها. أمّا يبقى صاحي وهيحصل قدّامه موقف عايز يحوّله لفكرة محتوى، يكون قاعد بيقلِّب على السوشيال ميديا يشوف حد عامل محتوى، طب ممكن أنا أقتبس منّه فكرة، طب أنا تيجي له فكرة جديدة. فالناس اللي بتشتغل في صناعة المحتوى حرفيًا دماغهم بتكون شغالة 24 ساعة، فما تفكّروش إن الموضوع سهل. فلازم يكون عندكم ال5 صفات دول. إزاي أكون صانعة محتوى؟ أبدأ منين؟ طب أعمل محتوى عن إيه؟ ناس كتير عملوا محتوى. فضّي دماغِك واقعدي مع نفسِك. إيه المحتوى اللي أنا ممكن أقدّمه للناس وأنا مميزة فيه؟ عشان لو أنا مميزة فيه هاكون صبورة عليه، فمهما كان إن ما جاليش مشاهدات لسه ما جاليش فلوس منه، هاكون عندي صبر عليه. لازم أكون حاجة أنا مميزة فيها وباعرف أتكلم فيها ودماغي حلوة فيها. تاني حاجة تجذب الناس. الصفتين دول لو اجتمعوا المحتوى بتاعِك هيدخّل لِك فلوس وهيجيب لِك هدايا، هتجرّبي حاجات مختلفة. هتلاقي الناس بتوعِك. السوشيال ميديا زمان كانت مقتصرة على ناس معيّنين، البلوجر أو الinfluencer اللي بيلفّوا عايشين life style حلو، بيسافروا، بيجيبوا حاجات، بيشتروا حاجات، أو قصص الحب المشهورة. غير كده ما كانش في محتوى. بس الفترة دي أحسن وقت تبتدي فيها السوشيال ميديا. ليه؟
لان السوشيال ميديا اتجزأت. زمان كانت مقتصر على ناس معينين، دلوقتي اللي شاطر في العربيات بيعمل محتوى، اللي شاطر في الطبخ بيعمل محتوى، اللي شاطر ان ازاي ان انت تنظمي بيتك وتروقي بيتك بيعمل محتوى، في واحده بتقدم محتوى ازاي بتنظم السفره، كل المحتوى بتاعها بيجي لها، يعني ما شاء الله جاي لها ملايين، ده غير ان هي بتقدم بعد كده سيرفيس تجيب لها فلوس. ففكره ان انت تكوني متخصصه في حاجه انت مميزه فيها، حاجه واحده بس، اختاري نيش واحد، يعني مجال واحد انت مميزه فيه، وصدقيني هتلاقي ناس مهتمه بالمجال بتاعك، هتلاقي ناس بتحب، حتى لو في ملايين عملوا نفس المحتوى ده هتلاقي ناس تتقبلك انت وما تتقبلهاش هي، وناس تتقبلها هي وما تتقبلكيش انت. فانا لازم اكون عارفه، الحاجه اللي انا مميزه فيها، بعد كده الباقي سهل. طيب إيه المنصات اللي تناسبني حسب المحتوى اللي هتعمليه؟ المحتوى بتاعك طويل، هبتدي على يوتيوب، ولا مقتصر فيديوهات قصيره، فهبتدي على انستجرام وبعرف اعمل اديت حلو وحاجات كده تصويري حلو وبعرف اعمل زوايا تصوير حلوه، حاجات قصيره ابتدي على انستجرام. طب محتواي عفوي، هبتدي على تيك توك. طيب انا عندي كل يوم فعاليات وبيتنا فيه فعاليات وبسافر كتير وبروح كتير، سناب شات. فانا لازم اعرف انا محتوايا ايه واقدمه لمين. منصات السوشيال ميديا عندنا في الوطن العربي ما بتديش الفلوس الكتيره زي بره، عندنا 3 منصات بس اللي بتدي فلوس، سناب شات، يوتيوب، وفيسبوك. تيك توك بيدي على اللايفات بس، غير كده مفيش. الانستجرام ما بيديش فلوس للوطن العربي. طيب اليوتيوب بيدي قد ايه؟ السناب شات بيدي قد ايه؟ الفيسبوك بيدي قد ايه؟ بيختلف حسب الدولة اللي انت عايشة فيها. لو انت في الخليج هيديكي فلوس مختلفة، لو انت في مصر هيديكي فلوس مختلفة، لو انت في سوريا والعراق هيديكي فلوس مختلفة حسب البلد اللي انت فيها. رينج في البلاد العربية في الفيسبوك مثلا بيدي على 1000 مشاهدة من نص دولار لحد 3 دولار على 1000 مشاهدة، ده في محتوى الفيسبوك الطويل مش الفيديوهات القصيرة. طيب اليوتيوب بيدي قد ايه؟ اليوتيوب بيديكي نفس الرينج بتاع الفيسبوك حسب عدد المتابعين بتاعك وحسب المواضيع اللي بتتكلمي عليها. التيك توك بصراحة ما عنديش اي خبرة فيه، ما طلعتش لايفات قبل كده. سناب شات بيختلف برضو حسب المحتوى اللي بتعمليه ومين بيتابعك، بس برضو هيكون نفس الرينج. طب انا هيجيلي فلوس منين؟ هتجيلك فلوس من المنصات زي ما قلت لكم، في ممكن كمان تجيلكم اعلانات، شراكات لو انتم متخصصين في حاجة معينة، او شركات هتبعت لكم اعلانات، شراكات، ممكن عقود سنوية، فحسب المحتوى اللي انتوا هتقدموه وهتقدموه لمين وفين. صناع المحتوى بيجي لهم فلوس منين؟ من المنصات، من الاعلانات، وفي حاجه اسمها تسويق بالعموله، يكون ليكي كود خصم، الناس كل ما تستخدم الكود بتاعك ده انت يجيلك نسبه. انتوا ممكن يكون عندكم عقود سنويه فتبقوا مش باصين لفلوس السوشيال ميديا، بس انتوا محتاجين تعملوا محتوى على السوشيال ميديا عشان الناس تفضل فاكراكم، فدي المنصات اللي بتقدم لكم فلوس. طيب انا ابتدي منين؟ ابتدي، ونصيحتي ابتدي من تيك توك وانستجرام، مهما كان المحتوى بتاعك ابتدي جربي. تيك توك بيتقبل المحتوى العفوي البسيط اللي مش محتاج اديت، واللي هتنشريه على تيك توك انشريه على انستجرام. ايه الحاجات اللي انا محتاجاها عشان ابدا؟ ابتدي باقل الامكانيات، انت مش محتاجه يكون عندك حاجات كتيره. شوفي اكبر صناع المحتوى اللي بداوا، كان اول فيديو ليهم عامل ازاي؟ كانوا مش عارفين يتكلموا، كانوا الصوت عندهم وحش، الصوره وحشه، كل حاجه وحشه. بس بصي دلوقتي بقى عندهم ناس بتساعدهم، بقى عندهم كاميرات احدث، هتتعلمي وانت ماشيه في الطريق، محدش بيتعلم وهو بيتفرج من بره. تبتدي باقل الامكانيات. هقول لكم ايه الحاجات اللي انتم محتاجينها دلوقتي، واحنا والناس اللي هتبتدي دلوقتي محظوظين. الناس اللي هتبتدي في السوشيال ميديا دلوقتي محظوظين، عندكم AI، عندكم شات جي بي تي ممكن يعمل لكم خطة محتوى كاملة، عندكم برامج AI ممكن تغير وشكوا، تغير المكان اللي انتوا قاعدين فيه، تغير الإضاءة، تغير كل حاجة. فالناس اللي هتبتدي السوشيال ميديا دي دلوقتي بجد محظوظين جدا. أول حاجة محتاجينها موبايل عادي يكون فيه كاميرا، وانصح بالايفون. لو مفيش ايفون عادي اي موبايل كاميرته حلوه ابتدوا وصوروا. تاني حاجه الاضاءه دي اهم حاجه في الحياه. عينيكم لو مش مرتاحه مع الاضاءه هتحسوا ان الفيديو مزعج. طيب الاضاءه دي نجيبها منين؟ اضاءه الشمس احلى اضاءه في الدنيا والله العظيم. يعني انا ببقى مبسوطه قوي انا بصور في الصيف عشان بصور باضاءه الشمس، بعشق اضاءه الشمس، تخلي شكلك حلو، بتخلي كواليتي الفيديو حلوه، بتخليها مريحه للعين. فاضاءه الشمس احلى اضاءه. طب انا شروق ما عنديش اضاءه شمس، رينج لايت. في ناس على اليوتيوب بتعمل افكار كده ازاي تعملي سوفت بوكس عندك في البيت وما يكلفكيش 200 جنيه، هتلاقوا فيديوهاته موجوده على اليوتيوب. فابتدوا باقل الامكانيات. ثالث حاجه اساسيات الايديت والتعديل، ودي موجوده عندنا في الجروب، انا حاطه كورسات ازاي تعملوا ايديت وتعدلوا، ايه تقصي ايه الجزء اللي مش عايزاه. ابتدي باقل حاجه، عادي قصي الكلام اللي انت مش عايزاه، مش لازم يكون فيه جرافيك ولازم يكون فيه ترانزيشن فظيعه، لا ابتدي باقل حاجه وابسط حاجه، ايديت بسيط
برامج بسيطة. في برنامج أنا باعدّل عليه اسمه CapCut أكيد أنتم عارفيه، وفي برنامج اسمه VN، الاتنين دول تقدروا تعدّلوا عليهم ومن الموبايل عادي جدًا، ومش شرط يكون عندكم لابتوب ولا شرط يكون عندكم مايك. أنا المايك ده لسه جايباه من قريب، من شهرين مثلًا، بس لمّا بدأت كان عندي مايك قبله كان عادي جدًا وكان بسيط جدًا، فعادي جدًا مش محتاجين أي حاجة. عايزين الصوت يكون واضح، اقعدوا في أوضة تكون مقفولة، يعني الباب يكون بتاعها مقفول، ده هيساعد إن الصوت يكون أحسن. خطة محتوى لمدة شهر. مبدئيًا، طب يا شروق أنا هاعمل خطة محتوى إزاي؟ أنا عمري ما عملت محتوى قبل كده، عندنا ChatGPT ممكن يساعدنا. هتقولي له أنا دلوقتي عايزة أبدأ في صناعة المحتوى، أنا المجال بتاعي كذا، الحاجات اللي أنا مهتمة بيها، وطبعًا اختاري نيش واحد، زي ما اتفقنا اختاري مجال واحد تركزي فيه، مثلًا مجال الskin care عايزة اعمل لي خطة محتوى وخطة أفكار viral من عن طريق البحث على منصات السوشيال ميديا، اكتبي له كده وشوفي الأفكار اللي هيكتبها لِك، وهيبعت لِك الscript وهيبعت لِك كل حاجة. طبعًا مش هتاخديه copy paste، هتاخديه وتعدلي عليه بطريقتِك. طيب عملتِ الخطة بتاعتِك، دلوقتي هنعمل إيه؟ هتشوفي المجال اللي أنتِ عايزة تتكلمي فيه. أنا مثلًا مهتمة بمجال العربيات، مهتمة بمجال مثلًا الأكل الصحي، مهتمة بمجال الskin care. هاشوف مين أفضل 10 في البلد بتاعتي في مصر مثلًا بيتكلموا عن الskin care وأكتر 10 مشهورين، وهاتفرج على الaccount بتاعهم كله، إيه الفيديوهات اللي جابت لهم فيديوهات viralت معاهم، أكتب 10، 15 فيديو، 15 فكرة، أحطهم على جنب، أروح داخلة على ChatGPT عشان يديني خطة محتوى. ال10 أفكار اللي هتاخديهم من صناع المحتوى الكبار، قولي لChatGPT يديكِ خطة على أساسهم، يديكِ hook، يكتب لِك script، يكتب لِك بداية ويكتب لِك نهاية، وهتاخديها من ChatGPT تكتبيها أنتِ بطريقتِك وبأسلوبِك بالsense بتاعتِك كده. بقى عندِك الخطة، بقى عندِك تصوير، بقى عندِك المكان، خلاص أنتِ ما عندكيش أي حاجة ناقصة غير إنِّك أنتِ تبدئي. ما تضيّعيش وقتِك وما تستنيش بُكرة بعده لأ، ابتدي دلوقتي بأقل إمكانيات. عايزة أقول لكم أنا اليوتيوب فاتحاه من 2018، عايزة أقول لكم أنا عاملة القناة دي لو فتحتوا وعملتوا search كده دخلتوا على القناة عندي هتلاقيني القناة دي معمولة من 2018، بس أنا كنت دايمًا مستنية أجيب كاميرا مش عارفة عاملة إزاي، آخد كورس عن الإضاءة، آخد كورس عن مش عارفة إيه، قُلت لأ، فضلت كام سنة مستنية، فضلت سنين كتير أوي من 2018 سنتين، بقى لي 7 سنين مستنية عشان أعمل فيديو يوتيوب، وأول فيديو عملته هتلاقي الدنيا مبهدلة ورايا ولا أي حاجة. أول فيديو عملته كان السنة دي، ما بدأتش من 2018 عشان كنت مستنية ظروف مثالية، ما فيش ظروف مثالية هتيجي لِك، كنت مستنية آخد كورس معين في التصوير وآخد كورس في الedit بس أدركت بعد 5، 6 سنين إن الناس اللي بدأت ما بدأتش وهُم واخدين كورسات، وهُم بيتطوروا وهُم بيكبروا أخدوا كورسات وطوّروا من نفسهم، وهُم بيطوّروا جابوا كاميرات وجابوا معدات، فأنتِ ما تستنيش ظروف مثالية، ابتدي content دلوقتي، ما بقاش option. ده أول جزء في صناعة المحتوى، في أجزاء تانية هاعملها لكم. آخر حاجة بقى لو أنتِ حابة مساعدة professional شوية، محتاجة حد يختصر عليكِ الطريق، لو أنتِ صاحبة brand أو أنتِ عايزة تبقي صانعة محتوى أو عايزة حد يسهّل معاكِ ويكون معاكِ خطوة بخطوة، يقول لِك إيه المنصات اللي تناسبِك أنتِ حسب المحتوى اللي أنتِ عايزة تعمليه أو حسب الbrand بتاعِك، أو عايزة مساعدة professional في مجال الdigital marketing أو السوشيال ميديا، حطيت link في الdescription تقدروا تحجزوا منه Zoom meeting نتكلم مع بعض ونتناقش مع بعض، عشان في ناس كتيرة بتبعت لي على الmail وبتكتب لي في الكومنتات، فده الlink هيكون خاص Zoom meeting اللي ممكن نعملها مع بعض. وبس لو عندكم أي استفسار أو أي سؤال تقدروا تسألوا على الجروب، أنا باخش يوميًا على الجروب أشوف إيه الأسئلة أو البوستات الناس حاطينها وباجاوب عليها. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، لسه هاتكلم كتير على العمل الحر أو الشغل أو السوشيال ميديا، هاتكلم كتير إزاي تطوري من نفسِك، فما تنسوش تعملوا subscribe وتفعلوا الجرس. Bye, love you.